ضرورة معرفية يا إخوان. لولا أنه هنالك حجج من قبل الله احنا معرفة صحيحة ما عندنا. واحد يقول لك مولاي أنا حصل معرفة من غير طريق أهل البيت، بلي هذه المعرفة تكون خالية عن المبادئ، عن القيم، عن الأخلاق، تحصل معرفة. لكن تعال أنت إذا تريد تحصل معرفة تحصنك وتحافظ عليك ويصير مسيرك صحيح، تعال اتبع آل محمد. أمير المؤمنين يقول نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. إمام الصادق اللطيف يقول شرقوا مولانا غربوا لن تجدوا معرفة إلا من خلالنا. أنا راح أقرأ بداية الحديث وأريدكم أنتم تكملون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ أنا مدينة العلم وعلي. أحسنتم. بعد ليش إحنا نروح نطرق غير أبواب؟ ليش نطرق غير أبواب؟ إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا مدينة العلم وهذا علي بابها، ليش نروح نركض وراء الفيلسوف الفلاني والمعرفة؟ عاد علي باب هاي المعرفة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ليش نروح نطرق غير أبواب؟ من الذي يستحق أن يكون قدوة بالحياة إخواني غير الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، على مستوى التسمية، على جميع المستويات؟ ليش أنا أجعل الممثل وأجعل المطرب وأجعل ما شاكل ذلك أجعل قدوة إلي؟ ليش ما أجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة قدوات. جيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تتقدموا عليهم، لا تعلموهم، ينبغي أن نتعلم منه.